كل يوم كل تجربة خذها في الحياة أشوف أنه ترى ما ينجح دائما الأعلم بل الأحكم. الحكمة أن الإنسان يعرف متى يتكلم، عند منو يتكلم، والزمان اللي يتكلم فيه والمكان اللي يتكلم فيه. مو كل ما طرأ عليه شيء قال. الشيطان عنده معلومات مهولة جدا، عنده تجارب ثرية جدا، لكن ما عمره تعلم من تجاربه أنه يكون أحسن إلا من الإنسان اللي ما يستفيد من تجاربه ولا من خبراته. أحيانا التحول هذه كلها عبء عليه، عبء على نفسيته، حتى على ذكائه. الفاعلية هي أنك تختار الأشياء الصحيحة، الكفاءة أنك تفعل هذه الأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة، الحكمة هما معا. إذا بغيت تسوي لك شيء ثقف نفسك عنه، تعلم، لا تصير مشتت، ثم احرص على التنفيذ. التنفيذ لما تتعلم نافع. ترى كثير من الجدل مراء وحظوظ نفس، ولو أن زعمنا أنها لنصرة حق تدخل حظوظ النفس فيها مهما حاولنا. المعرفة ضرورة، لكن المعرفة لوحدها لا تكفي. فتعلم كتاب، قراءة كتاب عن تعلم الرسم بدون ممارسة الرسم لا يجعل منك رساما. الحكمة هي اتخاذ قرارات صحيحة بناء على معرفة صحيحة في سياقات صحيحة في فهمك لها بنسبية. بعد ترى إذا كثر تداول الشيء قلت قيمته رغم أهميته. الماء كثر ما هو متوفر انخفضت قيمته. بعض الناس يبتذل نفسه حتى تنخفض. بذل العلم لغير أهله، لغير مستحقيه، للي ما يقدرونه، إهانة للعلم. ترى مو رفعة لهم، أنت قاعد تهين العلم. عط العلم أهله اللي يستحقونه. الولوج في نقاشات مع ناس ما تقدر معرفتك ولا علمك ولا مكانتك إهانة لك ولعلمك الناس تضعك حيث تضع نفسك، اللهم إلا الحاسد. بس مو صحيح كل الناس حساد، خلي الحساد فقط يقللون، بس مو كل الناس. يبتذل نفسه بشكل عجيب ومركز ومستمر، ويعجب كيف يبتذلونه الناس، كيف يقللون من قدره منك.